وتصدر الوداد البيضاوي المجموعة الأولى عقب إطاحته بضيفه ياسك ميموزا ليفواري بخمسة أهداف لهدفين في مباراة تألق فيها لاعب الوداد البيضاوي إسماعيل الحداد. بعيدا عن قواعده في الدار البيضاء، استهل الوداد رحلته الافريقيه في دور المجموعات امام اسيك ميموزا. التركيز كان على اسماعيل الحداد الذي حسم الديربي البيضاوي لمصلحه الاحمر مؤخرا. البداية كانت بواسطة إسماعيل الحداد، لكن يمناه لم تستطع فعل ما تفعله يسراه. إسماعيل الحداد بسرعته المعتادة يتوغل في صندوق الإيفواريين ويسدد كرة منحت الوداد الهدف الأول، مهديا بذلك قبلة إخلاص لشيخ المدربين فوزي البنزرتي الذي أعاد له الثقة في نفسه. قطار الوداد السريع كان قريبا من إحراز هدفه الثاني لولا أن تركيزه لم يصل إلى المستوى المطلوب. بابا توندي تمكن من تسجيل هدف ثاني للوداد لكنه ألغي بقوة القانون، ومن تسديدة قوية لم يستطع التكناوتي صدها تمكن وولو كوليبالي من تعديل النتيجة للفريق الإيفواري. مع انطلاقة الشوط الثاني أشارت أصابع الوداديين إلى إسماعيل الحداد الذي استغل خطأ من الإيفواريين في التمرير ليمنح كرة للنيجيري بابا توندي الذي تصالح مع الشباك موقعا الهدف الثاني للفريق الأحمر. شيخ المدربين الذي لا يهدأ له بال واصل توجيه لاعبيه بحثا عن هدف آخر، وهذا مكان زهير المترجي الذي دخل بديلا استفاد من نصائح مدربه وترصد خطأ آخر للإيفواريين مدونا الهدف الثالث للأبيض والأحمر ليخيم بعدها ضباب الاحتفال بهذا الهدف على العاصمة الرباط مع وجود طلعات هجومية بين الفينة والأخرى للوداديين والتي أمطرت شباك الإيفواريين بهدف الرابع حمل اسم وليد الكارتي الذي عاد بذاكرة الوداديين إلى الماضي القريب يوم التتويج بسيدة الكؤوس الإفريقية. بديل آخر كان على موعد مع التهديف، والكلام هنا عن بديع أوك الذي بصم على خماسية الوداد بجدارة، وذلك قبل أن يقلص اسيك ميموزا الحصة بتدوين الهدف الثاني عبر لاعبه ساليف باغاتي. خلاصة الكلام، المد الأحمر فاض على الإيفواريين حتى خارج قواعده ب90 كيلومترا. والحساب المجموعة الأولى كذلك فاز اللوبي ستارز النيجيري